السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله المخرقة ديالتنا. عندي هنا كاس ديال الكاوكا محمر ومطحون مزيان. غادي نضيف عليه هنايا عندي نص كيلو ديال الزنجلان محمر حتى هو مطحون حتى كيطلق داك ليدام ديالو مزيان، باش ما تبقاش عندنا المخرقة كلها كتحترب، يعني حتى في القليل كتعذب. غادي نضيف هنا واحد الكاس لارب ديال الزهر، عندي الزهر الممتاز، واحد شويه يعني لا بأس به ديال الزعفران شعره كنرقدو فيه. هنا مذوبه تقريبا. المهم كاينه كاس العنبه عامر ديال الزبده ديال الاصل الحيواني. ايوا عندنا هاد المخرقه هذه الا ما درتيش فيها ليدام مزيان راه ما كتجيش زوينه. عندي هنا كاس ديال الزيت البلديه، وغادي نضيف كاس اخر يعني 2 الكيسان ديال الزيت البلديه زائد كاس ديال الزبده، خاصها ليدام مزيان. خلاص عندي هنا الخل، غادي ندير واحد الكاس لارب ديال الخل، كاس الا ربع. عندي هنا كنضيف تاني عندي النافع وحبة حلاوة، غادي نضيف واحد 2 ديال المعالق عامرين ممتلئين مزيان. القرفة تاني 2 ديال المعالق كبار ديال القرفة. وما نساوش شويه الملح ضروري منها. عندي هنا الخميره الكيماويه كندير ساشيه وحده ديال 8 غرام، وواحد الطريقه ديال الخميره ديال العجينه، واحد غير راس ديال المعلقه، ماشي شي حاجه بزاف. الا كنتو غادي مثلا تخليوها غادي تبات، من الاحسن ما ديروش الخميره بالكل. صافي انا عندي غادي ناخذ واحد 3 الكيسان ديال العنبه ديال الماء دافي، غير دافي غير شويه ماشي بزاف، الشكل ديال العجينه تقريبا. صافي ودابا غادي نميلونجيو هذا الخليط هذا كامل. ما نساوش راه الزنجلان والكاوكاو راه معجن. المهم انا كنت واحله كنصور بيد وكنخدم بيد، يعني ما لقيتش اللي غيصورني داك الساعه. المهم قضينا الغرض وخلاص، قبلوا على هاد الصبر. غادي نخدموا الخليط مزيان، نحاولوا نمزجوا كاع الخليط مع السوائل، وما ننساوش شويه اللي بغى الملون يدير الكولورون ديال الخرقوم. انا راه ضفت واحد المعلقه ديال الخرقوم هذا العادي البلدي العرق، ضفت واحد المعلقه ديالو حيت ما كيعطيش اللون بزاف. ما الاخر ديك الاصطناعي ما كنبغيش نديرو. صافي كنضيفو دابا، وراه عاطي اللون، الا لاحظتي راه عاطي اللون، راه كاين اللون يعني عباركه. ما كنبغيش اصلا تكون صفرا بزاف. دابا كنضيفو الطحين حتى كنتعقد لينا العجينه، غير كنخليها ما كتكونش قاصحه بزاف، كنخليوها تكون رطبه، لان ما تنسوش راها شبعانه اذا مات. نقبلوا عليها راه غير بيد وحده خدامه، العجينه راه كتكون لينه. صافي طلقتها درتها على هذا، طويتها، كنطويها على 4 بحال الشكل ديال الرغايف او المسمن. حتى كنخليوها كتطلق، وعاد من بعد كنطلقوها بالمدلك اولا بالماكينه، يعني اللي عنده الاله ديال التورق. خلاص التشباك راه من اسهل ما يكون، ماشي شي حاجه. اللي كاين اللي عنده الطابع كيطبع بالطابع كتجي ساهل.
وكلها باش مولف حتى بالجرارة كتجي كلها باش مولف، يعني على حساب داك التسهيلات اللي عندكم وخلاص. صافي كنشرط واحد 5 ديال التشريطات وكنشبكهم بين يدي. صافي كنقلب. انا حطيتها واجده. كاين اللي كيبغي يشد الريوس، كلتا الحالتين كلشي زوين. من اسهل ما يكون. كنقرص لها الرويصات. صافيها الشباكه ديالتنا من اسهل ما يكون، ماشي شي حاجه صعيبه. تقريبا هزات ليا واحد 2 كيلو ديال الطحين، وكتخرج كميه لا باس بها، يعني مهم مزيانه غدوز لك تقريبا داك الشهر ديال رمضان. من ناحيه التخزين ما كنخليهاش كلها محطوطه في السطل مثلا ديال اللي كتخزنوا فيه هذا الشبكيه. كنشدها كنقسمها وكنعملها في الثلاجه، كتبقى صاينه في الكونجيلاتور، كتبقى صاينه كما هي، يعني باش ما تيبس شيء، ما تكرم، ما تيبس، ما والو، ما تنشف شيء. يعني هذا هي الطريقه اللي كنلقاها انا سهله. المهم ولفنا هاد العاده خصنا ضروري تكون، مع انها بيني وبينكم راه ماشي صحيه. في رمضان صعيبه حبه وحده راه ماشي سهله باش تدخل لذاتك، ولكن المهم اللي كلا شي حاجه بصحته وراحته. نتمنى الصحه والسلامه للجميع. ها هي الطريقه ديالتها راه من اسهل ما يكون. صافي هي دابا شبكناها. ما كتجي فين نسالي حتى كيكونوا الاولين صافي راه خمروا واجدين. صافي غير نسالي حتى كنسالي التشباك في مره. كنعملهم في بلاطويات هكايا، ولا شي طبله مثلا كبيره ما غتقدكم شيء، ولكن بحال هكا لي بلاطويات تيجمع لك كل شيء. صافي كنبداو نقليو، يعني حتى كتسخن الزيت مزيان. كنبداو نقليو، غير ما نخليوهاش بزاف تذهب بزاف تتحرق، راه لان ملي كنحيدوها وكنديروها نطفيوها في العسل راه كتزيد تكمل التحمار ديالها. صافي غير كتبدا تشوف تصفر هكا شويه نحيدوها باش ما تحرقش لينا. كيولي اللون ديالها داكن بزاف. صافي كنكونوا دايرين العسيله ديالتنا. ما كنسخنش العسل، كنخليه بارد. هي كتكون سخونه صافي راه اصلا داك العسل كيطلق مزيان، وبحال كيشد فيها تعيانيت. صافي او ميم طون كنكون دايره كنخلي هذيك الاولين كنخليهم شويه، كنخليهم شويه يزيدوا يشربوا العسل. كنكون دايره من بعد كنكون دايره برموكس كاس، كنبقى نهز ونحطها في الكسكاس، كنخليها كتسقطر واحد شويش. صافي كنجيب قصريه مولفين حنا القصريه مولفين، كنهزوها وكندردر عليها الزنجلان. انا كتعجبني بتكون بالزنجلان عامره بزاف. الزنجلان كيجيني منظر فيها زويون. صافي ها هي القلي ديالنا يعني كاين اللي كيقول المخرقه، كاين اللي كيقول الشباكيه، كاين اللي كيقول القلي. الشباكيه اصلا راه ماشي هي هذه، راه الشباكيه هي اللي كتكون ديال الغراف اللي كيديروها ماين الشباكيه اللي كتكون مشعبه وشبعانه عسل لداخل، هذيك هي شباكيه، ما هذه مخرقه اولا القلي. صافي ها هو. انا كنبغي نشبعها الزنجلان كي قلت لكم. جات رائعه، جات فتيه كتذوب، يعني كتذوب في الفم، شبعانه يدام. ايوا المهم ما تنساونيش من لايك، من بارطاج البنات. لاول مره كيشاهد القناه ديالي كنقولوا فضلا وليس امرا. ما تنساوناش من لايك ومن لي بارطاج ومن لي زابوني. يلا المهم عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه على الجميع.